عمركم جربتوا تحمروا البامية قبل ما تطبخوها؟ تعالوا نعمل بقى النهاردة وجبتي المفضلة واوريكم ازاي عملتها بمعلقة زيت زيتون واحدة وطعمها بجد خطير. وهستخدم في وصفة النهاردة اير فراير رافال اللي من اهم مميزاتها انها منتج مصري بينافس المستورد بجودتها العالية مع السعر المناسب. هي 1450 واط 5 لتر وبيكون مرسوم عليها كل برنامج محتاج وقت قد ايه ودرجة حرارة كام. بيجي معاها حلتين ضمان 5 سنين وبيجي معاها كمان 10 هدايا ملحقات للاير فراير. ويلا بينا بقى نبتدي وصفتنا ونعمل احلى بامية هتاكلوها في حياتكم. طبعا زي ما احنا متعودين هنعمل البصل على ايدينا. هخرط بصلايه مكعبات صغيره قد ما اقدر وهضرب كيلو من الطماطم في الخلاط وهغسل الباميه واصفيها وبعد كده هحمرها في اير فراير رافال. تحمير الباميه ده هيفرق معاكم جدا انها هتحافظ على لونها وهي بتستوي وكمان مش هتمخط معاكم. حمرتها من 6 ل 7 دقايق كده في الاير فراير وكده تكون جاهزه معانا. وفي حله بقى هنزل بمعلقه واحده من زيت الزيتون وهنزل البصل يتشوح، بعد كده رشه من الملح، انزل بالثوم، هكتب لكم التفاصيل كلها تحت الفيديو. وبعدين هنزل بالباميه ديت تقريبا وننزل بعصير الطماطم والبهارات ونسيبها بقى على نار هاديه تتسبك وتستوي براحتها. وبعد ما استوت خلاص نزلت اللحمه المسلوقه ونعمل بقى الرز بالشعريه. نزلت كوبايه من الشعريه في اير فراير رافال لحد ما اتحمرت واخدت اللون الذهبي الخطير ده. وغسلت كوبايتين من الرز وبعدين نزلت بيهم على الشعريه قلبتهم، نزلت الميه المغليه والملح ودخلتها في اير فراير رافال لحد ما الرز استوى بقى خطير معانا بالشكل ده. وعملت كمان شويه سلطه خضراء هكتب لكم كل التفاصيل تحت الفيديو. هستناكم تجربوا الوصفه الخطيره دي ولازم تجربوا الاير فراير من رافال. بحبكم قوي، باي باي.